اهلا بكل حبايبي اللي بيشوفوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده من الفيديوهات المميزه جدا، هنعمل فيه الفطير المشلتت الفلاحي باسهل وابسط طريقه هتشوفيها. وطبعا الفطير المشلتت في ناس كتير جدا بتخاف تعمله او بيقابلها مشاكل كتير فيه، زي ان هو بيطلع ناشف معاها، ما بيكونش مورق، ما بيستويش من جوه كويس. النهارده ان شاء الله هنحل كل المشاكل دي علشان تعملي احلى فطير مشلتت. بس قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة، عايزاكم تنسوا الطريقة القديمة بتاعة الفطير، نقعد نفرد ونورق وندهن سمنة بين الطبقات، وكان بياخد معانا وقت ومجهود كتير جدا. لان النهاردة ان شاء الله هقدمه ليكم بطريقة فعلا عبقرية بدون اي تعب ولا مجهود. وكمان هنعمله في الطاسة على البوتاجاز من فوق وبدون ما نورق، الفطير هيطلع معاكي بالشكل التحفة اللي انت شايفاه ده. تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي، بس يا ريت نتابع الفيديو للاخر. ولو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. هنحتاج لنص كيلو من الدقيق الابيض جميع الاغراض، مستخدمة ماركة الاهرامات، استخدمي اي ماركة انت بتفضليها. واتأكدي ان انتي نخلة الدقيق كويس قبل ما تستخدميه. هنزود عليه رشة صغيرة من الملح ونقلبهم كويس مع بعض. ودي كل مكونات الفطير، الدقيق والملح، وهنعجن بالمية ومش بنضيف عليه اي مواد رفع زي البيكنج باودر والخميرة. واعتمدنا الكل هنا على اننا نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا. نبدأ بقى نضيف المية، استخدمت اول كوباية من المية، واثناء العجن لو احتجت مية هزود تدريجي. والميه اللي انا مستخدماها ميه ساقعه من الحنفيه. هتقولولي مستخدمه ميه ساقعه ليه واحنا في فصل الشتاء؟ هقول لكم ان الميه الساقعه بتنشط العرق في قلب العجينه بسرعه، عكس الميه الدافيه. بعد ما قلبت اول كوبايه ميه مع الدقيق، زودت كمان ربع كوبايه من الميه، وبقلب بالمعلقه الاول، وبعد كده نبدا ان احنا نعجن بايدينا. وبننزل بالمية شوية بشوية لغاية ما العجينة تلم معانا، علشان زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير ان انواع دي بتختلف في شربها للسوائل. حتى لو كنت عارفة مقدار النص كيلو، الافضل ان انت تنزلي المية تدريجي لغاية ما العجينة تلم معاكي. وفي الوقت ده انا مش بعجن، انا بس بشرب الدقيق المية، ولو احتاج هزود له تاني. والعجينة لسه يابسة، وكل ما ازود لها مية والمها واعجنها كده انا بكون في العجينة العرق ده اللي هيخلي العجينة بعد ما نعجنها كويس ونيجي نفردها ما تتقطعش معانا. وطبعا الفطير ما فيهوش مقادير غير دقيق وملح بس، لازم ان احنا نعجنه كويس جدا علشان يطلع معانا مظبوط. ولو سألتوني انت ليه ما زودتيه السكر على الفطير، السكر اثناء التسوية بيخلي الفطير ياخد لون من بره بسرعة، وطبقات الفطير من جوه مش بتلحق ان هي تورق، ودي حاجة احنا مش عايزينها. علشان كده مش بنضيف السكر، بنسيب الفطير يستوي من جوه ويورق براحته، وبياخد اللون الاصفر من بره من غير اي تأثيرات جانبية زي السكر. وبعد ما عجنت العجينة لمدة 5 دقايق، لقيت العجينة لسه بتتقطع معايا ومش ناعمة. خدتها على الرخامة وهعجنها كويس جدا لغاية ما تنعم معايا. وطول ما انا بعجن بزود مية شوية بشوية لغاية ما العجينة تكون طرية وبتلزق شوية في الايد. بنعجن الفطير لمدة 10 دقايق متواصلين، بس ممكن تريحي ايدك دقيقة كده ولا حاجة وترجعي تعجني العجينة تاني. ولو عندك عجان هتعجني فيه لمدة 7 دقايق. ومقدار المية اللي انا استخدمتها لنص كيلو دقيق كوباية ونص من المية، بس مش هنلتزم بمقدار المية علشان زي ما قلنا ان انواع الدقيق بتختلف في شربها للسوائل. وشايفين بعد ما عجنت العجينة كويس ونعمت معايا وبتلزق في الايد زي ما انتوا شايفينها كده، دلوقتي بقى نلم العجينة ونضيف رشة دقيق على الرخامة ونحط عليها العجينة علشان ما تلزقش، ونغطيها بكيس تلاجة لمدة 10 دقايق علشان ترتاح شوية. وبعد ما العجينة ارتاحت معانا نبدأ ان احنا نفردها. وكل ما العجينة ارتاحت معاكي كويس بتتفرد معاكي بكل سهولة، بنضيف رشة دقيق على الرخامة ونبدأ ان احنا نفرد العجينة بالطول زي ما انتم شايفين كده، وبنخلي السمك بتاعها يكون متوسط. وعلشان الفطير معجون كويس جدا بيتفرد معانا بكل بساطة من غير ما يتقطع، وزي ما اتفقنا في اول الفيديو ان احنا مش هنورق الفطير.
بعد ما فردت الفطير بالشكل ده كده والسمك بتاعها مش تخين ولا رفيع، سمكها بيكون متوسط، هي كده جاهزة معانا. نجهز بقى السمنة بتاعة التوريق. استخدمي اي سمنة متوفرة عندك. انا مستخدمة 3 معالق كبار من السمنة البلدي، عليهم معلقتين كبار من الزبدة. السمنة بتخلي الفطير مورق والزبدة بتطري معانا الفطير. خلطتهم كويس مع بعض، وبعد كده هبدأ ان انا ادهن الفطيرة كويس جدا بالسمنة. ما تسيبيش ولا مكان صغير من غير ما تدهني بالسمنة علشان تطلع معاكي مورقة. وممكن تزودي كمان معلقتين 3 من الزيت اذا حابة. هو ده التوريق بتاع الفطير بذمتكم. في اسهل ولا ابسط من كده؟ ودلوقتي هتشوفوا الفطير من جوه شكله هيكون عامل ازاي، وازاي هيطلع معاكم مورق جدا. اهم حاجة تدهني الفطيرة كويس بالسمنة، مش لازم تحطي سمنة كتير، بس ما تسيبيش ولا مكان من غير سمنة، علشان المكان اللي مش هتحطي فيه سمنة مش هيورق معاكي. نبدأ بقى نلف الفطيرة دي على شكل رول، بس بلاش تضغطي عليها جامد، وهتعرفي دلوقتي ليه. بصوا، هي الفطيرة لازقة شوية، بس بتعامل معاها بالراحة، بتطلع ومش بيتقطع منها حاجة، علشان العجينة بتاعتنا اصلا طرية شوية، واحنا عايزينها عجينة تكون طرية ما تكونش يابسة. خلاص هقفل الرول، هجيب الطرف الاخير ده واقفله كويس، ونقفلها ونساوي الشكل بتاعها على قد ما نقدر، وبعدين نبدأ ان احنا نقطعها. هنقطع كده كل فطيرة من دي 4 صوابع، او ممكن تقطعيها بالحجم اللي يناسبك. والنص كيلو دقيق عمل معايا 8 فطاير، الحجم بتاعهم متوسط. عايزاكوا بقى تشوفوا الفطير من جوه وتشوفوا التوريقات بتاعته. التوريقات دي هي اللي هتخلي الفطير مورق معانا من جوه. علشان كده واحنا بنلف الفطير رول قلتلكوا بلاش تضغطوا عليه قوي، لفوه بس سيبوا مسافة بسيطة. نجهز بقى صينية تكون مدهونة زيت او سمنة، وناخد الفطير ده نحطه عليها ونغطيه بكيس تلاجة ونسيبه لمدة 10 دقايق يرتاح للمرة التانية. وما تستعجلوش عليه، واهم حاجة تسيبوا الفطير يرتاح معاكم كويس. بعد ما الفطير ارتاح معانا للمرة التانية، نبدأ كده بأول فطيرة ونقلبها على الجنب التاني ونفردها، بس مرقهاش قوي، ونحط فيها كده نص معلقة من السمنة وندهنها كويس، وبعد كده نقفلها. ومش علشان احنا حاطين فيها سمنة تقولوا ده هي مش هتقفل، لا ده هتقفل معاكم بكل بساطة وهتكون كويسة. هناخدها بقى ونرجعها تاني مكانها على الصينية، ونجيب اللي بعدها ونفردها فردة بسيطة، ونحط فيها نص معلقة من السمنة وندهنها كويس، وبعد كده نقفلها ونحطهم تاني في الصينية ونسيبهم لمدة 10 دقايق يرتاحوا. وطبعا هنغطي وش الفطير علشان ما فيش حاجة تنشف فيهم، ودي هتكون اخر مرة هنريح فيها الفطير، وبعد كده هناخده على البوتاجاز على طول. نبدأ بقى نفرد الفطير علشان نسويه. هناخد كده اول واحدة ونحط على الرخامة دهنة من الزيت علشان الفطيرة ما تلزقش في الرخامة، ونفردها. بس وانت بتفرديها خلي السمك بتاعها يكون متوسط علشان ما تنشفش معاكي. وكمان لما تيجي تفرديها بتفرديها على الجنب اللي كنا مقفلينه. عملت اول واحدة وبعمل التانية، ونشوف بقى التسوية بتاعتهم. هنحط على النار طاسة، اي طاسة متوفرة عندك ألمونيا او تيفال تنفع معاكي، تسخن كويس جدا والنار تكون متوسطة، يعني ما تكونش عالية ولا واطية قوي علشان ما تنشفش معاكي الفطير. وهتحطي فيها نص معلقة من السمنة او الزيت، وبعد كده هتنزلي الفطيرة. طبعا كل مقدار السمنة اللي انا استخدمتهم في الوصفة دي هما ال5 معالق اللي انا خلطتهم معاكم في الاول. خلي ايدك كده معيار في السمنة وهي هتكفي معاكي الفطير كله. بننزل الفطيرة وبنسيبها لمدة دقيقتين بس، بنغطيها علشان تستوي من جوه كويس. واول ما تتشمع معانا كده من فوق وتحسي ان الفطيرة من فوق بدأت تستوي معاكي، بتقلبيها على الجنب التاني. وطبعا طول مدة التسوية بنغطي على الفطير، والنار بتكون متوسطة علشان يستوي من جوه كويس. بنفضل كده نقلب الفطيرة على كل جنب لمدة دقيقة لغاية ما تستوي معانا كويس. وكل فطيرة من دي بتقعد على النار حوالي كده 3-4 دقايق وبتكون استوت كويس معاكي. ولو اخدتوا بالكوا هتلاقوا الفطير منفوخ شوية، كده نعرف ان الفطير بتاعنا هيطلع معانا مورق جدا من جوه.
وبعد ما الفطير بيستوي وياخد اللون الحلو ده بنطلعه. وبين كل فطيرة والتانية المفروض ان احنا نمسح الطاسة علشان السمنة لو اتحرقت ما تسمرش معانا الفطيرة اللي بعد كده. وكمان لو الفطير نزل كده حتت منه واتحرقت ما تسمرش معانا الفطيرة اللي احنا هننزلها. وقبل ما هننزل الفطير بنحط كده نص معلقة من السمنة. وبعد كده بننزل الفطيرة وبنغطي عليها وبنسيبها لمدة دقيقة او نص. وبعد كده نبدأ ان احنا نقلبها. وشايفين الفطيرة منفوخة معانا ازاي. وحاجة مهمة جدا لما تيجي تفردي الفطير على الرخامة تفرديه حاجة بسيطة علشان لما تشيليه وتحطيه في الطاسة ما يرقش منك. وبعدين كملي فرده في الطاسة عادي جدا. ولما تيجي تطلعي الفطير بتحطيه على طبق. الطبق ده بتكوني فاتحة كيس تلاجة وبتحطي عليه الفطير وبتغطيه كمان بكيس علشان يكون طري معاكي. وشايفين بقى الجمال بتاع الفطير بجد ما شاء الله عليه حلو جدا. التسوية بتاعته مظبوطة جدا كمان واخد لون حلو قوي. دلوقتي هنفتحه ونشوفه كمان من جوه. وعايزة اقول لكم ان الفطير واخد القرمشة بتاعة الفطير من بره وطري من جوه. كمان هو باين على شكله. شايفين شكله عامل ازاي. باين عليه ان هو مقرمش من بره وطري من جوه. وطبعا الفطير بيتقدم مع حاجات كتير زي العسل الاسمر او الابيض او الجبنة القديمة وبينفع معاك في فطار او في غدا او في عشاء. وبجد وبكل امانة ان الطريقة دي هتعتمدوها في الفطير لو جربتوها لانها سهلة جدا وبسيطة وناجحة جدا. وكمان دي اسهل كتير من الطريقة القديمة. عملنا الفطير المشلتت الفلاحي بكل سهولة وبساطة وطلع معانا بنفس النتيجة بالظبط. طري مورق جدا مقرمش من بره مستوي كويس جدا من جوه واخد لون حلو قوي من بره. وبالنسبة لحجم الفطيرة بتتحكمي فيه زي ما انت عايزة. ممكن تعمليها كبيرة وتحطيها في طاسة كبيرة وتسويها بنفس الطريقة بالظبط. ولا فرن ولا توريق ولا اي حاجة. وعملنا احلى فطير بجد لازم تجربوه. وبالنسبة للطعم طعمه ولا غلطة فيه بجد طعمه يجنن. مستنياكوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.